السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الضمائر الشخصية. خلونا نكمل في كورس A1 بتاعنا مع الأدوات الملكية. طيب، الأدوات الملكية بالألماني يعني البوسيسيف أرتيكل. فأداة الملكية بتاعتي أنا اللي هي إيش؟ بتبقى mine دو اللي هو أنت بتبقى dein er is اللي هو وهو أو هي للمحايد بتبقى sein sie اللي هي بتبقى ihr wir اللي هو نحن بتبقى unser ihr اللي هو أنتم بتبقى euer sie اللي هو هم بتبقى ihr sie اللي هي حضرتك المخاطب ihr ولازما تتكتب كابيتال حتى لو في نص الكلام، لازما الاي هنا بتتكتب كابيتال. طيب خلونا ناخد مثال عشان يوضح اكتر اللي الدرس بيدور حواليه. طيب لما احب مثلا اقول كتابي، احنا اتفقنا ان كتاب يعني بوخ واداته داس، فلما اقول كتابي هقول mein Buch. عايز اقول كتابك هقوم قايل dein Buch. عايز اقول كتابه هقول sein Buch. او عايز اقول كتابها ihr Buch. او عايز اقول كتابنا unser Buch. عايز اقول كتابكم euer Buch. او عايز اقول كتابهم ihr Buch. او عايز اقول كتاب حضرتك ihr Buch. ولو بكتب لازما يبقى ده كابيتال زي ما اتفقنا. ده كان موضوع الحلقة النهاردة، ولكن في عندنا ملحوظة بسيطة جدا، وهي لو الأداة دي بتاعت الكلمة اللي احنا هنتكلم عنها، يعني مثلا أقول كلمة مدرسة، عايز أقول مدرستي، مدرسة يعني Schule، وأداتها دي هقوم قايل meine Schule، هقوم ضايف إي meine Schule. مدرستي deine Schule، مدرستك seine Schule، مدرسته ihr Schule، مدرستها unsere Schule، مدرستنا. euer هنا في ملحوظة إن الأويا لو جه قبليها اسم مؤنث أو جمع، أويا بتتحول ل بنحذف الإي زي ما هي مكتوبة تحت، وبنقوم حاطينها هنا وبنكتب شولة، يبقى eure Schule مدرستكم. مدرستهم ihr Schule. مدرسة حضرتك هقوله ihre Schule. وأنا كاتب لكم الملحوظة تحت اللي هو يضاف لضمير الملكية A في نهايته لو جه قبله اسم مؤنث أو جمع، مع مراعاة إن الأويا اللي هي بتاعت أنتم تتحول لأويغا. ولو حابين إن احنا ننفي أداة الملكية بننفيها بنشت. أقول das nicht meine Schule،
دي مش مدرستي. Nicht meine Schule. Das ist nicht mein Buch. Das ist nicht mein Buch. وانا هسيب لكم في الديسكريبشن تحت كام جملة عن درس النهاردة تعملوا براكتس عليهم وتسيبوها لي في الكومنتس تحت، وانا هراجعها معاكم ان شاء الله. بس كده، وده كان موضوع حلقتنا النهاردة. هو موضوع سهل جدا ومهم جدا جدا جدا. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. بسم الله.